السلام عليكم. كثير من مشاهير العلماء الغربيين الذين تنقل عنهم مقولات عن إيمانهم بالله لا يؤمنون بالله كما هو في الكتب الدينية، أو على الأقل ليس في الكتب الدينية الأكثر انتشارا في الغرب، أي في الكتاب المقدس في العهد القديم اليهود والعهد الجديد المسيحيين. هم يتحدثون عن إله ما، وتنتقل مقولاتهم عندنا باعتبارها أمثلة على الجمع بين العلم الحديث والإيمان بالله، بل ونعامل هذه المقولات على أنها من باب وشهد شاهد من أهلها. من هؤلاء العلماء أينشتاين مثلا، والكثير من مقولاته عن الله، مثل مقولته الله لا يلعب النرد. لكن الحقيقة أن أينشتاين لا يؤمن بما يسميه هو وسواه الإله الشخصي البيرسونال جاد أو إله الكتب السماوية، بل يؤمن بإله آخر مختلف، ربما هو أقرب إلى وحدة الوجود منه إلى فكرة الإله كما نفهمها. ما الذي كان في التوراة مما جعل أينشتاين يرفض فكرة الإله فيها؟ تقدم التوراة صورة بشرية شديدة الوضوح لله عز وجل، كما في نصوص توراتية كثيرة، مثلا وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، وفي نص آخر هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله، وفي نص ثالث لأن الله على صورته عمل الإنسان. هذه نصوص صريحة للغاية شديدة الوضوح على كون الإنسان قد خلق على شكل الله، وهذا يعني أن الله جسما مشابها للجسم البشري بكل ما في ذلك من معاني ودلالات. لكن هذا ليس كل شيء مع التوراة. عدا موضوع الخلق، فإن الإله كما يقدم في التوراة يظهر في أحيان كثيرة على نحو بشري، منها على سبيل المثال للحصر: أولا، كان آدم وحواء يسمعان صوت الله ماشيا في الجنة، صوت مشيه. ثانيا، ظهر لإبراهيم وقال أن يسير أمامه. ثالثا، ظهر على شكل إنسان ليعقوب وصارعه حتى مطلع الفجر. رابعا، ظهر لموسى وأشراف بني إسرائيل وكان تحت رجليه شبه صنعه من العقيق الأزرق الشفاف. خامسا، ظهر لأشعياء جالسا على كرسي عالي وأذياله تملأ الهيكل، كما أنه ظهر في شكل غير بشري على هيئة سحاب نهارا ونار ليلا، وذلك لكي يدل بني إسرائيل على الطريق. هذه نصوص صريحة ومباشرة غير قابلة للتأويل، تتحدث عن ظهور مجسد لله على شكل محدد يمكن رؤيته والتعامل البشري معه، حينا على شكل بشري وحينا على شكل ظاهرة طبيعية، لكنه ظهور إلهي يشير بوضوح إلى أن الله يمكن أن يتخذ شكلا ماديا. ماذا عن العهد الجديد، الإنجيل الذي يؤمن به المسيحيون؟ بما أن فكرة تجسد الإله في السيد المسيح تشكل ركنا من أركان الإيمان الكنسي، فلا يمكن رفض الظهور الإلهي على نحو بشري أو غير بشري في العهد القديم التوراة، بل أن بعض الدارسين في اللاهوت المسيحي يعتبرون أن الظهور الإلهي المتكرر على هيئة بشر في العهد القديم كان لغرض تهيئة البشرية لتقبل التجسد الإلهي في السيد المسيح. إذن في حالتي العهد القديم والجديد نحن أمام صورة إله يشبه البشر، بما أنه خلق البشر على صورته، وهو أيضا قابل لأن يظهر على أشكال بشرية وغير بشرية، بل ويتجسد في جسد بشري ل30 عاما هي حياة السيد المسيح على الأرض. كان هذا شيئا لم تتحمله على الإطلاق النظرة العلمية الحديثة الآخذة بالتشكل بالتدريج آنذاك. يتحدث أينشتاين بوضوح أن تجسيمية الإله في العهد القديم جعلته يعتبر العهد القديم كله ساذجا طفوليا وغير قابل للإصلاح. وكان هذا قبل ذلك نفس موقف تشارلز داروين في بداية رحلته الكشفية. كلما زاد الاقتراب من إبداع الخالق، من عظمته، خاصة من أجزاء لم يألفها الحس وبالتالي لم تتبلد المشاعر تجاهها، كلما صار من الصعب الاقتناع بتلك الصورة التي قدمها الكتاب المقدس إله. هذا الإله الخالق العظيم المبدع، هذا المبدع الذي لا حد لإبداعه في خلقه، كيف يمكن أن يحتويه شكل بشري؟ كيف يمكن أن يكون في جسد مخلوق بشري؟ كيف يمكن أن تحتويه سحابة أو عمود نار؟ لكن لماذا هذا التجسيم في العهدين القديم والجديد؟ هناك احتمالان. الأول، أما أن يكون ذلك قد حدث عبر الترجمات المختلفة المتعاقبة التي مرت عليها النصوص المقدسة، ولا بد من أن هناك تغييرات غير مقصودة أو مقصودة حدثت عبر الترجمة وربما أدت إلى هذه الصورة التجسيمية. الثاني، أن العقل البشري كان يحتاج في فترة ما إلى تقريب فكرة الإله عبر إعطاء أوصاف بشرية له، وأن هذا العقل مع الوقت تجاوز هذه الصورة وصار يحتاج إلى وصف مختلف لله عز وجل. أستطيع أن أزعم أن النص القرآني كان مختلفا تماما عن الكتب السماوية التي سبقته في وصف الله وفي بعده عن التجسيم، خصوصا بالمقارنة بالكتب السابقة، وهذا بحد ذاته يعطل إلى حد كبير الحجة التجسيمية
التي قادت الكثير من العلماء إلى الانصراف عن إله الكتب السماوية، وكانت بالنسبة لهم التوراة والإنجيل حصرين. فلنناقش عدة نقاط. أولا، لا يوجد في القرآن أي ظهور إلهي على أي شكل أو جسم بشري كان أو غير بشري، على العكس من التوراة والإنجيل، كما لا يوجد أي إشارة في القرآن إلى خلق آدم على صورة الله، وهو ما يتكرر عدة مرات في الكتاب المقدس. ثانيا، أفعال المشي وصوت المشي والمصارعة والحركة والاتجاه التي ذكرت في التوراة في مواضع عديدة والتي كرست تصورا بشريا لله عز وجل لا وجود لها على الإطلاق في القرآن. ثالثا، كل الصفات التي ذكرت في القرآن والتي يمكن أن تشبه صفات البشر مثل السمع والبصر موجودة تحت مظلة آية كبيرة تقطع التجسيم الإلهي، وهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أنه حتى في السمع والبصر لا يشابه من قريب أو بعيد ما نعرفه عن السمع والبصر البشريين، واللذين يتطلبان وجود آلة أو عضو للسمع والبصر إلى آخره. فلننتبه هنا إلى وجود خيط رفيع جدا بين التجسيم وبين إيراد صفات تشبه نماذج بشرية. النص القرآني يورد فعلا ما يمكن أن يشابه التمثيل الوارد في الكتب السابقة بدرجة أقل بكثير، لكنه يوردها تحت مظلة نص جامع هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بالضبط استخدام هذه الصفات في القرآن هو لتقريب فكرة القدرة الإلهية والصفات الإلهية لذهن الإنسان، لأنها أقرب إلى المجاز في بعض النواحي لتقريب الفكرة، لكن هذا المجاز لا يعني أنه ليس حقيقيا على الإطلاق، بل يعني أن إمكانية تصوره الحقيقي غير متوفرة في العقل البشري. الفكرة هنا أن الله مطلق في صفاته فعلا، لكن الإنسان لا يمكنه أن يؤمن بسهولة بالمطلق اللامتخيل، عقله لا يساعده هنا، لذا لابد من وجود منطقة وسطى، صفات لها نماذج بشرية تقرب المعنى في ذهن الإنسان، وفي الوقت نفسه يؤمن بأن الله ليس كمثله شيء ليبتعد عن التجسيم. رابعا، وصف الله عز وجل يكون عبر آيات تعطي انطباعا معاكسا تماما لفكرة التجسيم، فهي بين إعطاء وصف مطلق خارج كل مقاييس البشرية كما في آية هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أو الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، أو عبر التركيز على صفاته المطلقة مثل العلم، أو صفات أفعاله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. خامسا، الآيات التي يمكن أن توحي بأن له عز وجل شيئا بشريا مثل العين، مثل آيات واصنع الفلك بأعيننا وغير من الآيات، تفسيرها واضح تماما من السياق بأنها مجازية وتعني القوة أو القدرة أو الأمر بحسب السياق، ولا تعني العين بمعناها المادي. سادسا، هناك آيات تحدثت عن العرش ويمكن فهمها كما مع كل الآيات السابقة التي لم يكن فيها أي إشارة تربط مع التجسيم. ليس من المنطق إعادة ترتيب كل شيء بسبب آيات العرش، والتي يمكن فهمها أيضا حسب سياقها بالمجاز والتأويل المعروف تماما في لسان العرب، بل الذي تميزت اللغة العربية فيه، علما أن مجرد ذكر كلمة المجاز والتأويل قد تستحضر حروب داحس والغبراء عند البعض، وهو أمر يجب أن يفكروا جديا بالكف عنه، ليس لأنه لم يعد له معنى كما كنا نقول سابقا، بل لأنه أصبح يساهم في تقديم حجة للإلحاد. بعض ما في كتب العقيدة المتأخرة عن هذا الأمر مرعب فعلا، لأنه يكرس التجسيم بالضبط كما في الكتب السماوية السابقة. فلنتذكر بعيدا عن كل التفسيرات، بالنسبة للنص القرآني لا يوجد تجسيم لله مقارب لما هو موجود في الكتب السابقة، لكن نصوص الحديث النبوي مختلفة، وفيها ما يمكن أن يفهم أنه تجسيم مقارب لما في نصوص الكتاب المقدس. فلنحدد أن الحديث النبوي الشريف الصحيح احترامه ومكانته، ووجود اعتراض على بعض المعاني التي يمكن أن تفهم منه لا يعني نسف الحديث أو تكذيبه، لكن أغلب الأحاديث التي تنتج عنها إشكالات تكون أحاديث آحاد، أي أن عدد الصحابة الذين رووا الحديث يكون قليلا، أحيانا واحد أو اثنان أو ثلاثة، وهذا لا يقلل من مكانة حديث الآحاد، ولكنه يذكرنا أن راوي الحديث ربما رواه كما فهمه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه، وهذا مقبول ومعروف عند أهل الحديث. ولكن عندما تنتج مفاهيم قريبة للتجسيم من أحاديث شريفة على عكس القرآن الكريم، فعلينا أن نضع هذا في الحسبان. علينا أن نضع في الحسبان فهم الراوي والتعبير عن الحديث بلغته هو. فلنأخذ مثالين على الأحاديث التي يفهم منها التجسيم. مثال الأول هو حديث أن الله خلق آدم على صورته،
وهو حديث أحاد ويشبه إلى حد التطابق ما هو موجود في التوراة. ومن المعروف أن بعض الصحابة كانوا يرون إسرائيليات وربما تسرب شيء منها إلى الحديث الصحيح دون قصد. المثال الثاني هو حديث النزول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، هل من داع، حتى ينفجر الفجر. يتساءل البعض هنا كيف لله تعالى أن ينزل في هذا الثلث من كل ليلة مع اختلاف توقيت القارات في العالم؟ أليس الثلث الأخير من الليل في اليابان غير الذي في الشام غير الذي في الأمريكيتين لاختلاف الأوقات بينهم؟ كيف يمكن فهم هذا الحديث هو في صحيح مسلم وهو حديث أحاد أيضا بطريقة متوازنة؟ المشكلة في هذه الأحاديث وما يشبهها هو أن التعامل معها يتم على أساس تشبيهي تجسيمي مادي، وهذا يجعلها تثير شبهات منطقية جدا. لكن ماذا عن التعامل مع الحديث ضمن مظلة الآية القرآنية الكريمة ليس كمثله شيء والسميع البصير؟ هنا سنجد الحديث يشير إلى علاقة المؤمن بربه وقربه أو بعده عنه. هذا القرب أو البعد لا يقاس بطبيعة الحال بالأمتار أو بأي من مقاييس الأبعاد المادية، العلاقة لها بعد مختلف تماما. وبنفس الطريقة ومن باب أولى فإن الله بما أنه خارج كل قوانين الحجم والطول وما إلى ذلك فإنه خارج مسألة الزمان والمكان هذه برمتها، وهو سميع عليم بصير لا يحتاج إلى النزول إلى السماء الدنيا ليعرف من يدعوه ومن يستغفر له. الحديث يستخدم المعنى المجازي. المعنى المقصود أن العبد الذي يؤثر الصلاة والقرب من ربه في هذا الوقت المتأخر من الليل وقت الراحة فإن الله يكون أقرب إليه بطبيعة الحال. لا علاقة لهذا بوقت الليل في نصف الكرة الشمالي أو الجنوبي، كما لا علاقة له بكون الإنسان هنا يعيش في القبو أو في ناطحة السحاب. الله خارج هذه الحسابات وبالتالي العلاقة به تكون خارج هذه الحسابات. والحديث بمعناه بسيط ومؤثر وبعيد عن هذا الفهم التجسيمي، وللأسف فإن هذا الحديث منتشر دون أن يشرح أحد للمتلقين الأبعاد الإنسانية الروحانية في الحديث، وهذا يجعل الكثيرين منهم يتلقونه حرفيا ثم يسألون كيف؟ لا يمكنك أن تمنع من يسأل هذا السؤال عندما يسمع هذا الحديث. لا يمكنك أن تقول أن هذه من أحاديث الصفات والأحوط هو التوقف عن تأويلها. لا يمكنك أن تترك حديثا كهذا مع ختم ممنوع التفكير. الأحوط هو أن تستحضر أنه ليس كمثله شيء، والأسلم أن تستحضر المجاز والتأويل دون خوف. المحظور الأكبر يقع فعلا عندما نرفض إعادة التفكير في هذه الأحاديث أو سواها. أما الأخوة الملحدون فحجة التجسيم يمكن أن تكون فعالة في كتب أخرى، لكنها ليست صالحة العمل في القرآن.